ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهارده حابه ان انا ابدا معاكم الكروشيه من البدايه. ازاي ان انا اعمل عقده البدايه في الكروشيه، ازاي امسك الابره. حابه ان دي تكون بدايه لفيديوهات جديده ان شاء الله للكروشيه. الكروشيه حاجه حلوه جدا وسهله جدا للناس كمان اللي حابه تبدا مشروع بسيط من البيت وتبتدي تكبر فيه. الكروشيه فعلا رائع، ابتدي فيه، مفيش مشكله ان احنا نغلط 100 مره ونكمل. بجد اي حد هيبدا كروشيه هيبقى مميز فيه ادام فضل يكمل ويحاول. فالنهارده هنبتدي مع بعض عقدة البداية، ازاي ابتدي استعمل الإبرة، امسك الإبرة مع الخيط ازاي، وازاي اعمل عقدة البداية. هنبتدي في الفيديو على طول، بس قبل ما نبدأ الفيديو بفكركم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. هنبتدي دلوقتي نعرف نقدر نمسك الإبرة ازاي، نمسك الخيط ازاي، وفي نفس الوقت نعمل عقدة البداية. الفترة الجاية في أي أعمال كروشيه هنعملها، هنستعمل مع بعض خيط الصوف المصري. ليه؟ لإنه دلوقتي الشلة أو بكرة الخيط عدِّت ال70 جنيه، ففكرة إن أنا أبتدي أتعلم حاجة أو أعمل أعمال كبداية، أعمال مصغّرة أو أعمال باتدرّب فيها وأجيب خيط ب70 جنيه، وفي الآخر أنا باهلكه لمجرد إن أنا باتعلم، فهيبقى مكلف أوي. فأنا دلوقتي هاعمل إيه؟ كل اللي هاعمله إن أنا هاجيب بكرة صوف من اللي هو الخيط المصري يعني، بتبقى في حدود 10، 12 جنيه، لو غليت أوي ممكن يعني 15 آخرها، ولكن مش هتبقى أغلى من كده. أبتدي أتعلم فيها وأجيب إبرة خيط ممكن مقاس 3.5 أو 4.5 أو دي 5.5. تمام، 3.5، 4.5، 5.5. بس يمكن شوية أكتر واحدة هتنفع معانا في حاجات كتير أيًا كان تخن الخيط، يعني رفيع شوية أتخن من ده شوية، 4.5 هتبقى مناسبة جدًا. تمام، فيبقى أنا عندي كبداية ممكن أجيب إبرة 4.5. طيب دلوقتي أنا عايزة أشوف الإبرة بتتمسك إزاي بعيدًا عن الخيط. الإبرة أقدر أمسكها زي المعلقة كده. تمام، هامسكها زي المعلقة، دي كبداية، ودايمًا دي تبقى في وشي كده، يا كده يا كده، على حسب إحنا هنشتغل إزاي. فدي تبقى من قدّام، الhook ده أو الخطاف ده يبقى من قدّام، من ناحيتي أنا. تمام، أنا أبقى شايفاه. طيب أعمل إيه في الخيط؟ هاجيب بداية الخيط عشان أعمل عقدة البداية. إيه الفرق بين العقدة في الكروشيه والعقدة العادية؟ العقدة العادية لمّا آجي أعمل عقدة أنا باعملها إزاي؟ باجيب طرف الخيط وأدخّله لجوّه ويبقى أنا كده عملت عقدة. تمام، دي مش عقدة الكروشيه. عقدة الكروشيه مميزة إن هي تتفك، يعني لو جيت أفك العقدة العادية اتعقدت وخلاص كده الخيط باظ، ولكن عقدة الكروشيه عقدة بتتفك. هاوريكم يعني إيه دلوقتي. أنا عندي العقدة بتاع الكروشيه أقدر أعملها بطريقتين، الطريقتين أصلا أسهل من بعض، ولكن في طريقة هتلاقوا إن هي مفضلة عندكم عن الطريقة التانية، فالأسهل ليكم اعملوها، ولكن لازم تبقوا عارفين التانية احتياطي، لأنه في أعمال بالكروشيه محتاجة الطريقة الأولانية، وفي أعمال بالكروشيه محتاجة الطريقة التانية. ففكرة إن أنا من الأول أعود إيدي على الطريقتين دي هتبقى حاجة حلوة جدا جدا وهتسهل علينا كل حاجة قدام. تمام، فأبتدي إزاي؟ هبتدي أول طريقة، هسيب شوية في الخيط كده. تمام، حطيت دي على دي زي ما انتم شايفين، بس انا لما اجي ادخل الخيط مش هدخله من البدايه كده اللي هو ادخل اخر طرف الخيط، لا، انا هعمل كده. تمام، وابتدي ادخل، اخد زي لوب او اخد زي حلقه تاني كده، حلقه. انا عايزه الطرف ده يبقى بره واشد الاتنين. تمام، انا كده عملت ايه؟ عقده. هنعملها تاني مع بعض، بس انا عايزه اوريكم يعني ايه عقده تتفك. انا عامله عقده، بس لو جيت فكيتها الخيط رجع زي ما هو، فدي الفرق بين العقده العاديه وعقده الكروشيه. تاني، انا عندي الخيط اهو، هاخد الطرف الصغير على الطرف الكبير وهعمل زي شكل الدوريه الصغيره. هابتدي آخد حلقة، كإني هاخد حلقة، أنا مسكت دي أهي، وهاخد كإنها حلقة كده، هادخّلها من هنا وأمسك من هنا، أنا عايزة أطلّعها برّه، وابتدي أشد الخيط بحيث إن أنا ماسكة الطرفين دول علشان دي ما تدخلش معايا لجوّه، يبقى أنا عملت عقدة عادية. حابين نعملها تاني مع بعض؟ نقرّب شوية كمان. أنا عايزة أعمل إيه؟ آدي الخيط أهو، هاحط دي على دي وأعمل زي دورية صغيرة. تمام، هابتدي هارفع الدورية دي بإيدي وأدخّل الخيط من تحت جوه العقدة وامسك الطرفين دول وابتدي اشد. طلعت معايا العقدة. تمام، اللي لما اجي ادخل فيها الابرة هشد عليها. تمام، بحيث ان هي يا دوبك تبقى قد العمل الفني اللي انا هعمله، وبس كده وهبتدي شغلي. يبقى دي اول طريقة للعقدة، فكتها اتفكت معايا سهلة خالص. دي اول طريقة. تمام، ايه تاني طريقة؟ الطريقة التانية بستعمل فيها الابرة، مش كلها بتبقى بايدي وبالخيط. الطريقة التانية ان انا عندي الصباعين دول، هاخد طرف الخيط وهعمل كده هلفه. تمام، واعدل ايدي
والف دي على دي، عملت شكل الاكس من فوق او الفي. تاني انا عندي الصباعين دول، هحط الخيط، اول الخيط كده هأمنه بصباعي ده، هلفه كده وبعدين الفه لفه كمان بس كده، يعني الطرف التاني اللي انا جبته على الطرف الاولاني عشان اعمل الاكس. ابتدي اعمل ايه؟ هجيب الابره بتاعتي، الخطاف واخد ميله، تمام، وهنزل من تحت الاولاني اللي ناحيتي، واخد التاني لبره بالخطاف، تمام. بس خلاص امسك بقى الطرف ده مع الطرف ده واشد، وابتدي برضو ايه، اخليه على قد الابره. تاني الطريقه دي طريقه الاكس او طريقه الفي. هنعمل ايه؟ انا عندي الصباعين، هاخد اول طرف الخيط وهمسكه بايدي، همسكه بصباعي ده علشان ما ايه، ما يتوهش مني، الفه كده، والطرف التاني على الطرف الاولاني، عملت اكس وهأمنه، تمام. همسك الابره الخطاف بميله، ده الاولاني، هحطه تحت الاولاني، تحت الاولاني، واخد بقى اعدل الخطاف لتحت، واخد الطرف اللي بعيد اهو، تمام. انا عايزه امسك دي الطرف ده، وعايزه امسك الطرف ده، وعايزه اطلع صباعيني، انا طلعت الصباعين اهم، شايفين عامله ازاي؟ فما ينفعش تفضل كده متسابه، هاخد الطرفين واشد، طلعت معايا العقده اللي انا بعد كده اقدر اصغرها على قد الايه، الابره، تمام. احط الابره وصغرتها على قدها وبس كده، تمام. دول كانوا العقدتين او طريقتين عقده البدايه. وزي ما قلت لكم لازم عقده البدايه في الكروشيه تكون عقده بتتحل او عقده بتتفك ما بتتعقدش. فدي كانت اول حاجه معانا النهارده كبدايه ان انا ابتدي ازاي الكروشيه. اللي حابب ان احنا او ما خدش باله او الطريقه كانت سريعه شويه او حاجه يكتب لي تحت في الكومنتات، نعمل فيديو تاني ناخد كل طريقه لوحدها، الاسهل ليكي واللي يخليكي تتعلمي اسرع انا هساعدك فيه. ده كده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده الفتره اللي جايه.